السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم بقناة شيوات حنان الطفاوي. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في أحوال طيبة وصحة جيدة يا ربي. اليوم بإذن الله غادي نشارك معكم العسل ديال المخرقة أو الشباكية البنات اللي كيجي زوين بزاف، وكيف راكم تشوفوا معايا كيجي ثقيل وبمكونات بسيطة، 3 مكونات فقط. غير جربوا هذه الطريقة ديال العسل إن شاء الله بإذن الله وغادي تنال الإعجاب ديالكم. انا راه ديجا مشاركه معكم العسل، ولكن بهذه الطريقه البنات ديال المخرقه راه ما عمرني شاركت معكم او الشباكيه. شوفوا معايا كي كيجي، راه كيجي ثقيل البنات وكيجي رائع ما نقولش لكم. وبلا ما نطول عليكم غندوز باش نعطيكم مكونات والطريقه ديال التحضير. بسم الله على بركة الله. عندي هنايا 2 كيلو ديال سنيده او السكر الرقيق البنات كيف راكم تشوفوا معايا، وعندي هنا حامضه، وعندي 2 عويدات ديال القرفه، وعندي واحد الطنجره ديال الضغط. كيف راكم تشوفوا راه وريتكم النار انا هنا البنات راه ناقصه على النار مزيان. من بعد درت ديك 2 كيلو ديال سنيده وقطعت ديك الحامضه وحيدت ليها البنات هذوك العليفات اللي كيكونوا وسط منها باش ما كيعطوناش هذيك المروره، ودرت القرفه. وهنايا كذلك غادي نعبر الماء بهذا نصف لتر ديال القرعه. عندي هنا البنات لتر من الماء عادي بناء الصنوبر عادي كيف راكم تشوفوا معايا. ومن بعد غادي نخلط المكونات هاد 3 فقط، وغادي نخليهم على نار حتى كتطلق ليا شويه سنيده او كتذوب ليا داك السكر البنات. ومن بعد هانتوما شوفوا معايا هنا راه ناقصه النار كي وريتكم مهيله. ومن بعد غادي نسد عليها نخليها البنات حتى كتصفر ليا. مي كتصفر كنحسب ليها 45 دقيقه. هنا وريتكم راه جهه النار. مي كتصفر ليا كنخليها 45 دقيقه وكنقص النار. ضروري البنات انفو كتصفر لينا راه كنقص عليها النار وصافي. من بعد البنات هنا ما طابت هذاك الحامض راه هو اللي كيبين لنا البنات الطياب ديال العسل ديالنا. هانتوما راه كنوريكم هنا راه شاده التليفون غير باليد ديالي وكنحرك فيه صافي البنات. هذا هو العسل ديالنا. هنايا انا هنا غادي نخليه هزيت واحد شويه البنات ودرتو في المجمد واحد دقيقه صافي جاني العسل هو هذاك. هنايا غادي نخليه ليله كامله. ومن بعد ما خليته ليله كامله شوفوا معايا كي كيجي عاقد وخاتر. هذا هو ديال الشباكيه او المخرقه ديالنا اللي كيكون ناجح مليون بالمئه. تبعوا هاد الطريقه اللي درت. بالنسبه للبنات المبتدئات راني درت معكم خطوه بخطوه وغادي ينجح معكم كيف ديما كينجح معايا. انا ما عمرني حشبني العسل البنات ديما كنصاوبو. بالنسبه لك الحامض البنات انا غير خليته والقرفه قلت من بعد وديك الساعه غادي نحيدو. بالنسبه لهاد العسل كذلك راه غادي نفعكم من البريوات المحنشه لي سيجاره البنات. راه كيجي خطير خطير ما نقولش لكم. شوفوا معايا القوام ديالو راه كيجي ثقيل وزوين بزاف. بالنسبه للبنات الا ما بغيتوش ثقيل راه يمكن لكم تضيفوا ليه غير شويه ديال الماء عادي بارد البنات، واحد ربع كاس هكاك صافي. وكديروا على نار وكتخلوه يعني شويه كيطلق لكم، ولا كتسخنوه من الاحسن هكا تكونوا كتنقصوا النار وكتسخنوه حتى هو راه كيجي رائع. ولكن الشباكيه كتبغي ضروري ما يكون هذا العسل ثقيل بالنسبه له ولا البريوات المحنشه البنات. ولا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسونيش من الاشتراك في القناه ديالي وتفعيل الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، وبارطاجيوه مع احبابكم وصحابكم باش تعم الفائده. وما تنسونيش من واحد لايك. الله يجازيكم بخير. وغادي نقول لكم رمضان مبارك كريم والله يدخل علينا وعليكم يا ربي بالصحه والسلامه وطول العمر. وغادي نقول لكم بالصحه والراحه والى فيديو لاحق ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم.